ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير يا رب العالمين. معاكم الشيف ناني خليل. يا رب كده تشتركوا في قناتي وتعجبكم، وبعمل لكم حاجات بسيطة كده حلوة جدا هتخليكم مستمتعين. حاجات بقى عربية خليجية مصرية اسكندرانية، اي شيء تبغيه هتلاقيه ان شاء الله. دلوقتي انا هعمل اكل اسكندراني خفيفة جدا على القلب. ازاي بقى؟ يعني انا دورت في الفريزر عشان او البراد على حاجه اعملها فراخ لحمه، ما لقيتش. فساعتها مش هتعملي اكل، لا هتاكلي ولادك، والاكل هيبقى صحي وهيبقى فيه كمان بروتين. انا بسلق بيض هعمله معاه. دوت قطعت البصل ده جوليان كده وعفرته بشويه دقيق، وجبت معايا كاس ونص رز ابيض. حلو رز ابيض دي ها؟ كاس ونص رز مصري، تمام. وهنا كوبايه الا ربع، يعني بصي ده ضعف العدس. ده عدس اصفر. انا جبت الرز قد ضعف العدس مره تانية. يعني لو ده كوبايه يبقى ده نص، لو ده كوبايه ونص يبقى ده تلات ارباع. وحطيت بصلايه على النار. يلا بينا مع بعض نشوفها. حبيبه قلبي، البصلايه حطيتها متقطعه صغير جدا. حطيتها في 5 معالق زيت، وقلبتهم كده تشوحوا. بصي لونهم بس ايه، يدبل كده شويه، انما ولا تخليه بني ولا اي حاجه، يدبل بس كده شويه. بعد كده غسلت الرز بتاعي وبعدين صفيته، وبعد كده بنزل على البصلايه بتاعتي بالرز، وهقلبه كده يتشوح شويه من بعضه، ياخدوا من بعض كده. يعني لمدة 3 4 دقايق كده. ما تحطيش العدس الا لما تعمليه كده عشان يبقى معاكي مفلفل، ما يعجنش منك. تمام حبيبة قلبي، بعد ما سبته تشوح كده ما لا يقل عن 5 6 دقايق عشان الرز معاكي يبقى مفلفل كده وروعة، نزلت عليه بالعدس طبعا المغسول كويس، وصفيته من المية كويس. اهم حاجة في التركية دي ان انتي تشوحي البصل مع الرز فترة طويلة لحد ما يبقى معاكي كده، ما يبقاش معجن علشان يطلع معاكي مفلفل وقمر. المية بتتحط قد ايه؟ طبعا انا حطيت كاسة ونص رز وتلات ارباع كاسة عدس. هحط دلوقتي 2 وربع، هحط 2 وربع على اساس ان قد اللي انا حطيته بالظبط. تمام، المية ولا اللي انا حطها قد اللي انا حطيته بالظبط. تمام، اول مرحلة اهي. طبعا انا معايره جوه الكاتل قد ايه حطيت الميه بتاعتي. بحط بهارات ايه بقى؟ بحط كمون. تمام، بحط كمون اهو. بسم الله، بتكتري كمون عشان بيبقى الكمون بقى الفريش ده روعه جدا. وبحط ملح، بتحطي معلقتين صغيرين ملح، معلقتين صغيرين ملح. بعد كده بحط شويه آه انا بحبها مع كل اكلاتي، الكركم بحطه مع كل اكلاتي زي ما انت عارفه، بتزود القيمه الغذائيه وحلوه قوي للالتهابات. تمام، شايفه؟ بصي الريحه، بصي الريحه روعه ازاي. بعد كده خلاص اغطي عليه الحله بتاعتي، واول ما الميه تنشف اغطي عليه كانك بتسوي رز بالظبط. تمام حبيبه قلبي، مستوي هوريهولك. حبيبة قلبي، دي الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا الكشري الاسكندراني. حطيته في القالب بتاع الكيكة بتاعتنا اللي هو زي ده، وحطيت البيض قطعته كده، وحمرت البصل بتاعنا وحطيت منه كده، وكمان عملت فحماية سخنتها على النار وحطيتها على قصدير، حطيت عليها معلقة زيت. بقى معاكي كشري مدخن ولا اروع، احلى ما بتاكلي اللحمة والدجاج او الفراخ. وتابعيني ويا ريت تعملوا لي اعجاب بالله عليكم. وانا هشحت منكم الاعجاب؟ حسوا بيا بقى، يحس بيكم ربنا. بتعب كتير عشان اوريكم حاجات ومحتاجات واكلات ووصفات.